ايه جمال القرص دي، ايه حلاوة القرص دي. محدش طبعا عارف يعمل القرص بالطريقة دي ولا حد جربها بالطريقة دي قبل كده. ان شاء الله بإذن الله الطريقة دي انا اول طريقة انتوا تعرفوها، بس فعلا الطريقة ديت الطريقة الاصلي، الطريقة الفلاحي للقرص، الطريقة الفلاحي، طريقة وصف، طريقة خيال. هتحس ان دي مش قرص، دي فطير فلاحي اللي هو بالخميرة. طبعا في ناس كتير عارفة القرص ابو خميرة، الفطيرة ابو خميرة، دي قرص لا اله الا الله، دي فطير بخميرة، دي مربى، دي حاجة تحفة. دي بصوا بقى ما شاء الله، اهم حاجة في الفيديو دوت العجينة وطريقة العجينة. يا رب تركزوا معايا في العجينة كلها للاخر، هتطول عليكم شوية بس معلش تحملوني. وبعد اذنكم من فضلكم تعملوا اشتراك وتعملوا لايك عشان الفيديو دوت اكبر كم يشوفوه، وعشان من فضلكم انا محتاجة التشجيع، انا محتاجة ان انتوا تدعموني عشان انا كمان ابقى عندي حماس ان انا ادي حاجات تانية. فطبعا اليوم بيبدأ كده، مش هيبدأ على طول في العجين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح البنفسج، صباح تحقيق الأمين. أول ما نصحى من النوم طبعا هنصلي، نتوضى ونصلي ونشوف يومنا ونشوف فطارنا. واللي عنده طيور هيطلع يأكل الطيور زي حالاتي، او ينزل لو الطيور تحت في البيت من تحت. انا عندي الطيور فوق فبطلع ابص على طيوري وعلى حاجتي. اللي عاوز اكل بحط له اكل، واللي عاوز ميه احط له ميه، اللي عاوز الحاجه بتاعته تتغير اللي فيها الاكل والميه بغيرها له. هنا ده كرنب، الكرنب ما بنجيبه الحاجات الورق اللي بيترمي ده برميه للطيور اللي هي البلد. فقلت اخش ابص كده بقى ايه يمكن الاقي بيض، ما لقيتش بيض خالص. ما دام انا حاطه حاجات خضراء المفروض يبقى في بيض، فما لقيتش بيض. ممكن يكون حد من العيال بقى نزله ولا حاجه لو لقى يعني حاجه. طبعا ده الفرن اللي هنشغله دلوقتي وهنسوي عليه. ان شاء الله باذن الله هتدوقوا قرص، هتدوقوا شويه قرص فطير، فطير بخميره، فطير مش قرص بس، هي قرص بس قرص فلاحة على اصول. عاوزاكم تركزوا معايا وتشوفوا الطريقه للاخر. ودول شويه نشيط كده، نشرتهم بالمره عشان اتفرغ خالص للقرص، اتفرغ لها خالص. بعد اذنكم من فضلكم اشتراك للفيديو لانه يستاهل وانا كمان استاهل. دولت 2 كيلو لبن حليب، خدت منهم حوالي نص كيلو، حطيته في لبانة وحطيته على البوتاجاز وخليته سخن او مغليش سخن، او قمت رايحه كباه في بقيه اللبن وقلبته كويس، وقمت رايحه مغطيه اللبن ومكلفتاه بقماشه راب كده على طول. تاني يوم كراي. انا بقول لكم كده لان اللبن في الشتاء مش بيروح بسرعه. بصوا بقى انا عملته بوشه بالشرش بتاعه باللبن بتاعه، كل حاجه عملته كله كده على بعضه، كله حاجته دي. خدت منك كبشتين دولت كده على جنب في الشفشق ده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. حطيت 3 معالق 4 معالق سكر، وحطيت هي تقريبا 4 معالق سكر، هي كوبايه شاي صغيره تقريبا 4 معالق سكر. وحطيت الخميره وحطيت فانيليا وحطيت معلقه بيكنج باودر زي ما انتم ما شفتوا، وقلبت كويس كده برضو زي ما انتم ما شفتوا. هقلب كويس كويس لان اللبن الرايب مش بيدوب في السكر بسرعه، فهياخد شويه، معلش تحملوني، هياخد شويه في التقليب. معلش ركزوا معايا في الطريقه للاخر عشان تستفيدوا منها. واللي مش هتلاقوه واضح، بس ان شاء الله كل حاجه واضحه، اللي مش هتلاقوه واضح هتلاقوه مكتوب بالتفصيل في صندوق الوصف. انا مش عارفه في ايه النهارده بصراحه، انا الوصفه دي جننتني ما شاء الله من حلاوتها ومن طعمها. الله اكبر عليه، الله اكبر عليه. شويه قرص بس، الله اكبر عليه، حلويات حلويات حلويات. اشتراك ولايك من فضلكم وشجعوني. بصي ابني نفسه في لايكات كتير للفيديو ده وتشيروا الفيديو ده، ان شاء الله هتكبروا في خاطرنا باذن الله. لقيت شويه سكر لسه في قلب الشفشق ما دابوش، حطيت عليهم شويه لبن كمان وحاولت ان انا ادوب فيه كده زي ما انتم ما شايفين كده. انا كده بدوب وقمت كبهم تاني في قلب الدقيق. كل حاجه معاكم بالتفصيل، كل حاجه موجوده في الفيديو بالتفصيل، حتى العجينه رفعها تبقى بالتفصيل علشان محدش تقع منه اي حاجه، وعشان تعملوها بنفس الطريقه. طريقه الله اكبر عليها. اصلا شويه اللبن الرايبين بالوش بتاعهم ده خلوها في حته تانية خالص، ما اقولكوش على ريحتها وهي بتستوي، لمت عينك الجيران.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اللهم بارك، اللهم ديمها نعمه يا رب. الله، ربنا يحسن ما بين ايديكوا قادر يا كريم يا رب، ربنا يحسن ما بين ايديكوا قادر يا كريم يا رب، وربنا يحفظ لكم عيالكم. انا بقول لكم اصبروا شويه في الفيديو علشان هتاخد وقت، احنا هننزل واحده واحده وشويه بشويه عشان العجينه لا تحتاج مننا حاجه ولا نزيد فيها حاجه. دي سمنه سيحتها، هي مش سخنة، هي سايحة بس مش سخنة خالص، سايحة بس، يعني سيحناها وسبناها تبرد. تمام. حطيت في الاول كده حوالي 400 جرام، اللي نزلوا دول حوالي 400 جرام، وهبدأ ان انا اغلفهم كويس في قلب الدقيق واغلف الدقيق بيهم. بس بالراحة يعني بالراحة وانتوا بتسمعوا وبالراحة وانتوا بتعجنوا، علشان الاستعجال وحش. يعني الاستعجال في حاجات كتير ما بيبقاش كويس. في حاجات كتير بتبقى منقذة الاستعجال، بس العجين بيحب العجينة بتحب كل حاجة ليها تكون بالتفصيل، بتحب انك تكوني مرتاحة وانت بتعمليها، وكمان لما تكوني مبسوطة وانت بتعملي الحاجة بتديكي نتيجة حلوة، بتطلع معاكي نتيجة كويسة جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كده غلفنا الدقيق كويس زي ما انتم مش شايفين كده. شوفوا بقى تحت في دقيق ازاي، في دقيق تحت ازاي. وهبدأ بقى ان انا احط كمان سمنة تاني. السمنة مش كتير على فكرة، ان الدقيق اللي معايا ده 4 كيلو دقيق، الدقيق 4 كيلو دقيق، انا ما قلتلكوش الدقيق قد معايا قد ايه. والدقيق منخول كويس جدا، نخلاه مرتين عشان ما يبقاش فيه اي حاجة. دول 4 كيلو دقيق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. نزلنا كمان عليهم بكمان حوالي 300 جرام، نقول كمان 400 جرام، يبقى دخلنا في قصة 800 جرام سمنة سايحة، غير الوش اللي كان في الحليب. الوش اللي كان في الحليب ده هيشتغل معانا شغل كويس جدا، وهيوفر علينا كتير جدا، رغم انه اصلا كان لبن حليب بس احنا ريبناه. يعني اللبن الرايب في الطريقة دي بيدي نتيجة افضل، طعم احلى، طراوة في القرصة، طعامة قرص زمان، طعامة الفرن الفلاحي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. احتجت انا هنا بقى شوية مية. في السقعة دي اوعي تحطيها من الحنفية، واوعي تحطي مياه ساقعة، خديها من الحنفية حطيها على البوتاجاز، طيري سقعتها بس طيري سقعتها بس. يعني الدمعة اللي بتنزل من عينيكي بعد الشر عنك طبعا، يعني زيها كده ويمكن اقل منها كمان في الدفء. يعني دوب بس تولعي تطفي، بس تطفي بس السقعة بتاعتها. وبعد كده بدأنا ان احنا ننزل عليها، وبرضو واحدة واحدة مش مرة واحدة. المية ديت مفروض ان احنا حاطينها كوباية ونص، كوباية ونص من اللي هي بتاع الشاي الصغيرة، مش من الشوب الكبير بتاع العصير، لا، بتاع الشاي الصغيرة، مش من المج كمان، كوبايات الشاي العادية خالص. ونبدأ بقى ان احنا هنا نخدم العجينة. انا بقى عاوزاكم تخدموا العجينة، نطول بالنا كده ونخدم العجينة، وتنيكي معاها لما تلم معاكي لوحدها وتقولك خلاص انا اتظبطت، خلاص انا كده كفايه عليا. بصي بتلميها، بصي لميها ودخليها في قلب بعضها كده، لمي ودخلي في قلب بعضها، لمي ودخلي في قلب بعضها. العجينه اتشكلت وبقت جميله. معلش اعذروني طولت عليكم، بس انا جايبه لكم كل تفصيل عجينه، كل تفاصيل عجينه. غطيناها، ما جاتش الحته بقى اللي انا بغطيها فيها، انا حطيت عليها صينيه وكلفتها في البطاطين. وبعد كده شلت البطاطين وبدأت بقى ان احنا شفناها انها خمرت. قعدت قد ايه تخمر؟ قعدت ساعة ونص تخمر، بس عشان احنا ظبطت لها الخميرة ومدفين لها المية اللي ضفناها، والسمنة كنا مسيحينها ما كانتش ساقعة. السمنة كانت سايحة، يعني ما كانتش ساقعة، اقصد ما كانتش متلجة، ما كانتش متماسكة، فساعدت معانا في انها تخمر على طول. بنبدأ ان احنا ناخد جزء من العجينة ونعملها كور صغيرة، ونفردها جزء بسيط على ايدينا، وبعد كده نكمل فرد على الصواني. يعني تسيبها ترتاح 3 دقايق قبل ما تعملي القرصة التانية، وبعد كده ترجعي تفرديها تاني. هتشوفوا دلوقتي اللي انا اقصده واللي انا بتكلم فيه. من فضلكم اللي وصلت معايا لحد هنا تعمل اشتراك وتعمل لايك وتبعتلي تعليق اللي ربنا قدرها عليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نفسي ما تكسفونيش والفيديو دوت فعلا يلف الدنيا، والفيديو دوت يبقى دمار، لان فعلا الفيديو يستاهل والقرص دي تستاهل. القرص ام لبن رايب خطيرة خطيرة خطيرة. وكمان كنا مكبرينها كمان، ما كناش عاملين اللي هي الصغيرة، هتشوفوها دلوقتي في السوا. لان اول التقطيع فعلا انا كنت عاملة صينيتين صغيرين، بس بعد كده بدأت انا اكبر بقى، اعمل بقى الحجم العائلي زي ما كانوا زمان كده بيعملوها قدام الفرن. حاجة الله اكبر عليها. كنت مفكرة ان الولاد مش هيقدروا ياكلوا الكبيرة دي، بس الله اكبر عليها من طعمتها. محدش قدر ان هو يسيب الباقي، لا كملوها. الله اكبر يعني، الله اكبر ما شاء الله، اللهم بارك. عقبال كده ان شاء الله لما تعجب حبايبكم وولادكم وكل اللي معاكم في البيت، وتلم عليكم الجيران باذن الله زي ما لمت علينا الجيران. ونبدا كده ان احنا ندوس كده زي ما انتم ما شايفين اهو. اللي انا قلت علينا كنت بتكلم فيه دلوقتي. وبصي تقطيع العجينه لازم تلمها كده من ورا، واللي لميتيها من ورا دي هي اللي بتبقى تحت. تمام اهي. اهي بصي بقى الحركه بتاع الصابع وكف الايد، بصي دي، بصي عشان تطلع السطح بتاعها املس وجميله جدا. في ناس بيقولوا محطش صوابعي كده، لا عادي، هي بتخمر تاني، فموضوع صوابعك ده اصلا بينتهي ما بيبقاش باين. وان السطح بيبقى املس، بيبقى املس لانك انت الحركه اللي بتعمليها بداير ببطن ايديكي كده، بصوابعك كده. الحركه اللي شفتوها من شويه دي، يعني ممكن ترجعي الفيديو وتشوفيها تاني، بتخلي سطحها املس وجميل جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. شفت الحلاوه بقى؟ بصوا بقى الكبيره، بصوا الكبيره، بصوا الكبيره. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده هو الجمال مفيش زيه. الفلاحي فلاحي، وهو يعني المفروض الفلاحي ده هو الترند، هو اللي مفيش منه. طب يعني ساعات الواحد بيحن لحاجة زمان كده، يعني حاجة ستي كده، حاجات جميلة كده بتحسي بقى بريحتهم، يعني بريحة مامتك، بريحة الحاجة جدتك كده يعني. انتوا اكيد فاهمين انا بقصد ايه او عاوزة اقول ايه. طبعا بقى الفرن عندي هو يعني يعتبر بوظ لي الدنيا، بس مش مشكلة برضو احنا سويناها. لان الفرن كان مجنب والعيون بتاعته ما كانتش مظبوطه، بس الحمد لله ولله الحمد طلع معايا الحمد لله. اتحملنا شويه وطلعها مستويه، اهم حاجه عندي انها طلعها مستويه. اللهم بارك اللهم بارك، حاجه تحفه تحفه تحفه. كنت بولع العندي شويه تطفي، اولع العندي شويه تطفي، بس الحمد لله استوت. حاجة في غاية الجمال، حاجة في غاية الروعة. واللي فاهمة يعني ايه عجين ويعني ايه قرص، فاهمة ان فعلا دي طريقة كويسة جدا، وان القرص دي ناجحة جدا جدا جدا. وان شاء الله هتعملوا لي اشتراك وهتعملوا لي لايك وهتفعلوا الفيديو ده وهتخلوه يكسر الدنيا بإذن الله. شفت الجمال والحلاوة بتاع القرص؟ شفت الحلاوة بتاعت القرص؟ بس